عارفين ليه نويبع؟ بحر الموضوع بره عن المنطقية. وبيت في قلب الجبل، وراها الجبل، وانت خطوتين حرفيا تلاقي نفسك في الميه ونازل عن العالم. ما اعتقدش ان انا محتاج حاجه اكتر من كده. ده السؤال اللي خلاني اروح الكامب ده مخصوص بعد ما عرفت ان الطريق لنويبع 5 ساعات ونص تقريبا بالعربيه، وهناك هتلاقي هدوء وطبيعه مفيش في جمالها. من اول ما مسكت الطريق لنويبع وسط الجبال فهمت ليه الناس دايما بتهرب هنا. نويبع ما فيهاش تكلف، كل حاجه هنا بسيطه، انت والبحر والجبل وبس. الجبل اللي هيستقبلك ويسحب منك الطاقه السلبيه وانت في الطريق، والبحر اللي وقت الغروب بيكون مرايه للسما في منظر ملوش مثيل. اللي عجبني في الكامب ده ان عنده كل انواع الغرف. انا كنت في الغرفه اللي في الجبل، بس المره الجايه ممكن اقعد في الفيلا دي منعزله في حته لوحدها في الكامب، يعني هدوء بعيد عن الهدوء برضه، على البحر على طول. اسمه نيو مون ايلاند. كامب لذيذ قوي، بس لو هتروح خلي بالك من الناموس عشان ده اكتر حاجه هتكسر هدوء. قولوا لي بقى، زرتوا نويبع قبل كده؟ اهلا بكم في نويبع.